مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. من عاهد وفى. بهذه الكلمات من طبيعي جدا غادي نذكروا السيد الوكيل العام الملك بمحكمة استئناف القنيطرة اللي عطى الوعد ديالو البنطازوت من أجل البحث الدقيق في الموضوع. أمر من الله، والطريقة باش تعامل كان هو السبب أنه ما بقاش دير الزنزانة في المنزل. قضية بنطازوت عدد كبير من المغاربة تبعوها. بنطازوت دوز 22 سنة سجن في القنيطرة و5 سنوات في زنزانة انفرادية في سطح المنزل. المجموع هو 27 عام. حضور أستاذ الشافعي السيد الوكيل العام أعطى الأمر ديالو، استدعى بنطازوت. كان عنده بنطازوت سعة الصدر ديالو، الطريقة باش ناقش مع حيثية القضية في ساعات، وعدد كبير من المغاربة تبعوا معنا هذا الأمر. ومن هنا بدأ الفرج عند بنطازوت وعند العائله. بنطازوت ولا كيدير الرياضه، ما بقاش في هذيك الزنزانه الانفراديه اللي عطاني عليها وصف. قال لي 5 سنين اللي دوزت في السطح قاسيه بشكل كبير بالمقارنه مع 22 عام، بحكم انه 22 عام السجن اللي كان بنطازوت هو حاصل على الشواهد وشهادات واعترافات من موظفين ديال السجن، من الناس اللي كتاب او تلاقى معاهم تما. كان هو المسؤول على الرياضه وكل ما هو اجتماعي، وكيديروا دوريات كرة القدم ومجموعه من الانشطه اللي فيها نوع من الترفيه ونوع من الرياضه. بنطازوت يتنفس الصعداء مبدئيا. الجديد في الموضوع هو التفاعل ديال الفرقه الوطنيه والشرطه القضائيه بامر من السيد الوكيل العام. الفرقه الوطنيه استدعت بنطازوت، دوز معهم ساعات، تبعوا معايا. السي بنطازوت غنبداو بالسؤال الاول، هو كيفاش تاقلمتي مع المجتمع وكدير الرياضه ومن بعد ديك 5 سنين السوداء حتى هي اللي كانت في سطح المنزل؟ وفعلا كما يعلم الكل، اولا بعد تحيه للمغاربه داخل وخارج الوطن، وتحيه حاره لكل واحد ضامن مع القضيه ديالي، وكتقع قضيه ديال المغاربه كاملين. وبالنسبه للفتره اللي دوزتها في سونطرا، لان كانت 22 عام، بعدها كان دوز 5 سنين، ولكن الغريب ان ذيك 5 سنين كانت اقصى من 22 عام. علاش؟ كان واحد تغير كبير، فهمتي. 22 عام دوزتها في الرياضه وانشطه ثقافيه رياضيه، وكان واحد سميتو اعمال انسانيه في المصلحه ديال السجن المركزي. كنت مقابل تما كذلك المرضى، ما كانت واحد تصب ليه، واحد تنظف ليه، واحد توكلو، واحد تخرجو. هذه المسار اللي مشيت فيه في السجن المركزي. وكان واحد المتنفس، كتحس براسك انك كدير واحد الحاله طيبه في حياتك، فهمتي. ولكن ال5 سنين اللي دوزتها في الغرفه اللي في السطح كانت قاسيه. اقصى مده لجينا نعبروهم كتلقى انه هاد 5 سنين صعب، كانت عليا اصعب من 22 عام. بنادم يقدر ما يفهمش، ولكن انا اللي حاس بها، فهمتي. المهم الحمد لله على كل حال. كنت في واحد الحاله ديال اكتئاب وقنط، فهمتي. كتجيك واحد اللحظه كتقول من المستحيل غادي يفتحوا لي القضيه ديالي ولا غادي. وكان واحد النوع ديال التحدي ومشيت في هذا المسار، وما كما تيقول الواحد ما طيحش الدرابو، وبقيت صابر الى ان تمت المفاجاه باستدعاء من السيد الوكيل العام جزاه الله خيرا. انسان بمعنى الكلمه. قام بالاستدعاء ديالي، وكان واحد اللقاء مميز، وهو انسان مميز كذلك، فهمتي. عنده واحد الكاريزما خاصه ديالو، وانسان بمعنى الكلمه. عطاني الكلمه ورحب بيا وتفاعل مع القضيه ديالي. السيد الوكيل العام السيد الشافعي جزاه الله خيرا، والله يكثر من مثاله. لقيت الوطن ديالنا في حاجه لهذا النوع ديال الناس اللي يمتازوا بالوطنيه وبالشفافيه والمصداقيه. اللقاء ديالي مع السيد الوكيل العام فكان واحد اللقاء مميز، وانسان عبر على الانسانيه ديالو، الوطنيه ديالو، المصداقيه ديالو، انه في العوض ما يبقى في المكتب ونكون انا بعيد عليه، جاري عن قرب، فهمتي، وحدايا. ولا هو لا السيد النائب ديالو جزاه الله خيرا،
وبدينا فتح الموضوع، وكان واحد الحوار سلس وتعمق في القضيه، وحسيت بالتوجه ديالو، ووعدني بان غادي يتم الانصاف ديالي، وان شاء الله كنتظر. وفي اللحظه ديال الانتظار كنتفاجئ بالاستدعاء ديال الفرقه الوطنيه، الاستدعاء اللي زاد خلاني نعتبر السيد الوكيل العام انك السيد تيهضر عن عمق وتيهضر عن صدق، وانه نعم المسؤول الوطني، فهمتي. وكانت الفرحه كبيره، وفعلا اتجهت لمدينه الدار البيضاء المكتب ديال الفرقه الوطنيه، وتم كانت المفاجاه الكبرى انه كان واحد اللقاء مميز كذلك، فهمتي، انه الناس تعاملوا معايا واحد المعامله طيبه جدا 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 جدا، فهمتي. حتى اللحظه انه جات واحد اللحظه هما تعرضوا شنو تشرب شنو تاكل، جات واحد اللحظه التوقيت ديال الصلاه، استاذنتهم باللي انا غادي نخرج ورجع. قال لك علاش؟ تمشي غنصلي ورجع. قال لك راه كاين مسجد هنا داخل، مشاو فتحوا لي المسجد وصليت اديت الفرض ديالي ورجعت. وكتحس براسك انك فعلا انك مواطن، فهمتي، تعطيك واحد الشعور زعما غريب بزاف والله. النقاش معهم كان ساعات. نعم. تقريبا راه لحقنا تما، مشيت بالرفقه ديال الاخ ديالي، وتقريبا وصلنا بشي 9 هكاك 9 شي حاجه، مثلا تقريبا حتى شي 5 مع 6، فهمتي. كان تقريبا راه جاي شي 6 سوايع وقيله وزياده، وكان حوار في العمق، وتعمقنا في القضيه، وبينا العديد من النقاط، ومازال بعض النقاط غادي يتم التوضيح ديالها في اللقاء القادم ان شاء الله. وهي قضايا، هي نقاط مهمه جدا كذلك، وعندها واحد العلاقه بالقضيه، وربما تكون مفاجات كبرى، وما نسبقش الاحداث. الكلام اللي قلتي لي قبل من التصوير، قلتي لي الوالد دابا توفى عام، اليوم كمل العام، قلتي لي تمنيت تكون حضر معايا لهادشي. وفعلا كان الوالد ديالي كان الامل ديالو والرجاء ديالو انه يحضر البراءه ديالي. تنقول لي راه كاين واحد الامل، كاين الله، كاين الامل، تيقول لك لا كتابنا. المهم حقيت علاش كان واحد الظلم كبير، فهمتي، باش تشد واحد الانسان تصنع لي قرائن وتدفعوا المحكمه، والمحكمه ما تنصفوش، كتطلب واحد الطلبات اللي كاينه في السوق القانونيه كتعطيك هذا الحق، ولكن واحد كيستافد ما النصوص القانونيه، وواحد اخر ما كيستافدش، فقير ما يستافدش، فهمتي. ولكن كنلمسوا واحد التغيير، لا من ناحيه السيد الوكيل، لا من ناحيه الفرقه الوطنيه، كنلمسوا انك المعاملات المسار واحد المسار مشرف، فهمتي. علاش؟ كتحس براسك انك راه فعلا مواطن، انا ظلمك شي واحد راه غادي يتم الانصاف ديالك مهما يكون الشأن ديالو كما كان، سواء كان ضابط ولا عميد ولا اي واحد، فهمتي. علاش؟ القانون فوق الكل، فهمتي. كما تيقول واحد المثل، تمنيت ان يكون القانون مثل الموت لا يستثني احد، فهمتي. وفعلا ان شاء الله القانون غيكون بحال الموت وما يستثني حتى شي واحد، واللي غلط غادي ياخذ الجزاء ديالو. الله يوفقك يا ربي، والله يبين الحقيقه. مشاهدينا الكرام، هذا هو الجديد ديال محمد بن طازوط. غادي نلخص في الموضوع كما قلت في المقدمه: من عاهد وفى، هذا هي الكلمه ديال السيد الوكيل العام. دوز لقاء مع بن طازوط في ساعات بواحد الطريقه سلسه، واحد الطريقه فيها الود وفيها ما هو انساني، والسيد الوكيل العام له من تجربه ما يكفي بشهادة الجميع، سواء قبل من قنيطرة ولا ملي كان في أكادير ومجموعة من المدن. السيد الوكيل العام من جهابذة القانون ويبحث عن حقيقة ملف بن طازوط. هذا الجواب الأول. المسألة الثانية: دخول الفرقة الوطنية على الخط والتفاعل ديالهم في هذا الملف بقوة، ونعلم جيدا الكفاءة اللي عند الفرقة الوطنية، قادرين أنهم يدقوا في الملف من الألف إلى الياء لتبيان الحقيقة حول ملابسات الواقعة من الأول. محمد بن طازوط عنده مجموعة من الأدلة قدمها الفرقة الوطنية، ولا يمكن أننا أن نخوض في حيثيات القضية احتراما لسرية البحث. هذا جانب مهم. مشاهدينا الكرام، لنا الثقة في الفرقة الوطنية، ولنا الثقة في السيد الوكيل العام لتتبع هذه القضية من الأول حتى الأخير. أعتقد في إحدى مرافعات رجل قانون في هذاك الوقت كان نائب الوكيل العام، الآن ولا وكيل ملك، إحدى مرافعاته يتكلم عن الفرقة الوطنية
وقال ما لا يعرفونه الناس عن الفرقة الوطنية بالمغرب: تتنافس مع الاف بي اي في امريكا وتفوق الفيدراليه الالمانيه بشهاده الامن الدولي. مجموعه من الدول يعلمون جيدا الكفاءه ديال الفرقه الوطنيه. الفرقه الوطنيه واخده الملف، سوف تبحث بشتى الطرق المشروعه والقانونيه لتبيان الحقيقه، والنيابه العامه على تتبع وترقب. السيد الوكيل العام واخد الملف بحمل الجد. هذه الخطوات خلقت الطمأنينة وارتاح نفسانيا من محمد بن طازوط، ورجع للرياضة وتأقلم مع الناس وكيزور الناس وعنده أصدقاء. محمد بن طازوط مشى داك اللي كنا كنشوفوه في أزمة، أمر من الله والدعم ديال السيد الوكيل العام. ولا ننسى الدور الكبير اللي قامت به الفرقة الوطنية وسعة الصدر ديالو معاه لمدة ساعات، يسجلوا معاه نقطة بنقطة، وهم يعلمون جيدا طريقة البحث ديالهم. لهم منهجية محكمة للوصول للهدف اللي في الأخير غيبت فيه القضاء من هو الجاني ومن هو الضحية. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع قضية منطازوط. عدد كبير من المغاربة كيربطوا بين الاتصال والكل يسأل عنه. الحمد لله بصحيحة مزيانة على ما يرام. شو اللقاء معاه هو جد مطمئن، خطوات إيجابية، تتبع الترقب السيد الوكيل العام، تفاعل الفرقة الوطنية دخلت على الخط، ونحن ننتظر بفارغ الصبر ما سوف تسفر الأبحاث لتبيان الحقيقة في الأخير. مشاهدينا الكرام، لو تم تفعيل مجموعة من الخطوات في الأول ما كان ليكون الوضع هكذا في حدود 27 سنة. ولكن كنقول واحد المثل بالدارجة: كل حاجة عندها الأجل ديالها. أستاذ الشافعي السيد الوكيل العام، الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة. ونتمنى كذلك توفيق رجال الفرقة الوطنية للبحث بدقة حول ملابسات الواقعة. أي جديد في الموضوع مشاهدينا الكرام، دورنا تنوير رأي العام. ننتظر بفارغ الصبر كما قلت نهاية الأبحاث، ترفع السرية، دورنا نخبر الرأي العام بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.